فيلمنا بيحكي عن عالم زمان مليان بالسحر، لكن مع تطور الزمن الناس لقيت ان التكنولوجيا اسهل واسرع. ليه تتعب نفسك وتتعلم تعويذة عشان تنور لمبة لما ممكن تدوس على زرار؟ علشان كده السحر اتنسى تقريبا، والوحوش والجنيات بقوا عايشين حياة عادية جدا زينا. ابطالنا هما الاخين لايت فوت عايشين مع مامتهم لوريل. ايان الاخ الاصغر عنده 16 سنة، خجول جدا ملوش اصحاب كتير وبيحس ان مفيش حد فاهمه. امنيته الوحيدة انه يكون عنده ثقة في نفسه زي اي حد طبيعي. والاخ التاني بارلي الاخ الاكبر، شاب عنده شغف جنوني بالتاريخ والسحر القديم وبيعيش في الماضي. عنده عربية قديمة مدهونة كلها برسومات الوحوش والمغامرات، وبيستخدم زي سفينة حربية في خياله. الاب اللي اسمه ويلدن مات وايان لسه بيبي صغير، عشان كده ايان عمره ما شافه. وفي عيد ميلاد ايان ال16 مامته بتديله هدية غالية جدا سابها ابوهم قبل ما يموت، والهدية دي عصاية سحرية وحجر كريستال نادر. مع الهدية دي كان في رسالة من الاب، وفي الرسالة دي كانت تعويذة سحرية قوية اسمها تعويذة الزيارة. التعويذة دي هدفها انها ترجع الاب للحياة لمدة 24 ساعة بس. بارلي اللي هو مهووس بالسحر فرح جدا، بس ايان الخجول كان شاكك. لما حاولوا يعملوا التعويذة فجأة العصاية نورت وإيان عمل حاجة سحرية. دي كانت المرة الأولى اللي السحر بيشتغل معاه، لكن الكارثة حصلت. التعويذة فشلت في إنها ترجع الأب كامل الجسد، نص جسم بس رجع والجزء اللي فوق لسه مفقود. وده حصل لأن حجر الكريستال السحري اتكسر. بارلي اللي بيفتكر إنه خبير في الأساطير عرف على طول إنهم محتاجين حجر كريستال تاني عشان يكملوا التعويذة ويرجعوا الجزء اللي فوق من الأب قبل ما ال 24 ساعة تخلص. بارلي وإيان ومعاهم نص أبوهم اللي بيمشي على رجليه بس انطلقوا في رحلة البحث عن الحجر. بارلي كان بيسوق العربية القديمة بتاعته وكان مصمم يمشي على الخرايط بتاعة الأساطير القديمة. أول محطة ليهم كانت عند مكان اسمه حجر المانتيكور. المانتيكور دي كانت زمان وحش خرافي مجنح وأسطوري، بس دلوقتي بقت صاحبة مطعم وبتعمل سندوتشات. وبنكتشف إن المانتيكور بقت كل كنوزها الأسطورية وعايشة حياة عادية عشان المطعم. وإيان وبارلي بيطلبوا من المانتيكور إنها تساعدهم بالخريطة السحرية، بس المانتيكور كانت ناسية كل حاجة. لما بتشوف الحجر المكسور بتفتكر الخطر وبتقول لهم إن الحجر التاني ممكن يكون موجود في مكان اسمه جبل الأقدام. لكن لسه المانتيكور كانت بتتكلم، ايان بالصدفة ولع نار في المطعم، وده خلى المانتيكور تفتكر حياتها القديمة وتتحول لوحش أسطوري مجنح مرة تانية. المانتيكور بتديهم خريطة سحرية وبتحذرهم إن الحجر النادر محروس بلعنة وحش شديد الخطورة. الأخين بياخدوا الخريطة وبينطلقوا. الرحلة كانت كلها تحديات ومواقف كوميدية، خصوصا وهم بيحاولوا يتحكموا في رجل الأب اللي بتتحرك لوحدها. ومن المواقف المضحكة إنهم كانوا لازم يعملوا له لبس وشكل كامل عشان ما يبانش إنه نص إنسان. بارلي كان مصمم يمر من الطريق الملعون في إشارة إنه عايز يثبت شجاعته. ايان بيستخدم سحره لأول مرة ببراعة عشان يعدوا من الطريق اللي مليان فخوخ سحرية، وده بيثبت ان ايان عنده موهبة عظيمة في السحر. وكمان بيقابلوا مجموعة من الجنيات البلطجية اللي بتركب موتوسيكلات. ايان بيستخدم تعويذة الاختفاء عشان يهربوا منهم، وده بيزود ثقته في نفسه. وفي وسط المغامرة ايان بيتضايق من بارلي لانه دايما بيتصرف بتهور وما بيفكرش، لكن بيكتشف ان كل الحكاية والنصايح اللي كان فاكر ان ابوه قالها له بارلي هو اللي قالها عشان يربيه. هنا ايان بيفهم ان بارلي لعب دور الاب طول الوقت. في الوقت ده الام لوريل كان بتجري وراهم ومعاها سيف سحري خدته من المانتيكور عشان تحميهم من الخطر. وبيوصلوا اخيرا لجبل الاقدام وبيلاقوا الحجر، لكن في اللحظه دي بتظهر المانتيكور اللي كانت عايزه تحميهم، وبتيجي معاها لوريل الام. والكارثه هنا بتحصل، والوحش اللي كان المفروض بيحرس الحجر مش وحش اسطوري، ده كان تمثال صخري كبير، بس الحجر اللي فيه هو اللي بيخليه يتحول لتنين ناري حقيقي. الوقت بيخلص وال 24 ساعه على وشك الانتهاء. ايان وبارلي ووالدتهم بيواجهوا التنين في معركة جامدة. ايان بيعمل اصعب قرار في حياته، هو الوحيد اللي يقدر يكمل التعويذة دلوقتي، لكن لو عمل التعويذة مش هيعرف يشوف ابوه لان الاب هيظهر في مكان تاني عشان يخلص بقية وقته. ايان بيضحي بوقته مع ابوه وبيقدر يعمل حاجز سحري قوي جدا عشان يحمي بارلي ويخلي بارلي هو اللي يشوف الاب. ال 24 ساعة بتخلص وبيظهر الاب ويلدن كامل. الاب بيبتسم لبارلي وبيحضنه وبيقدر يقول له انه فخور بيه، ودي كانت اللحظة اللي بارلي كان بيحلم بيها طول عمره. وايان بيبقى حزين انه معرفش يشوف ابوه، لكن بارلي بيقرب منه وبيقول له ابوك شافك يا ايان، شافك وانت بطل، شاف ازاي انت اللي رجعت السحر للعالم. ايان لقى الثقة في نفسه وبارلي لقى السلام مع ذكرى ابوه. هما الاتنين اكتشفوا ان الحب والدعم اللي بينهم هو السحر الحقيقي اللي احتاجوه طول الوقت. السحر رجع للعالم مش عن طريق عصاية سحرية، لكن عن طريق الشجاعة والتضحية. لو القصة المؤثرة دي لمست قلبك وعرفت ان ساعات اللي بتدور عليه بيكون جنبك طول الوقت، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وقولي في الكومنتات مين هو الشخص اللي قام بدور البطل في حياتك من غير ما تحس. اشوفكم في فيديو جديد ومغامرة جديدة. انا احمد ويلة، واللي كتب السكريبت ده إيمي جبر تحت إشراف القائد محمد عوض.